هل سألت نفسك في يوم ممكن يبقى فيه منك نسخ نفس شكلك، نفس طولك، نفس جسمك؟ هتقولولي أيوة، ما يخلق من الشبه 40. أنا مش قصدي كده، أنا قصدي إنك موجود منك نفس نسخك، نفس شكلك، بس في عالم أكيد انتوا فاهمين أنا قصدي إيه. على فكرة قصتنا مش خيالية، قصتنا قصة حقيقية حصلت مع دكتور مشهور جدا في علوم ما وراء الطبيعة، عن ناس شافوه في اسكندرية في مكان مشهور جدا جدا، وكلموه ووقفوا معاه، بس هو ما كلمهمش ومشى وسابهم. ولما نادوا عليه بص عليهم ومشى. لما قابلوه في القاهرة بيلوموه على الموقف ده، كانوا زعلانين منه، بس قال لهم ان هو ما راحش اسكندرية في الوقت ده ولا شافهم من فترة. طب يا ترى كانوا واقفين مع مين؟ التفاصيل دي هكشفها كاملة في الفيديو بتاع النهاردة، واللي هيشكك القصة دي حقيقية وممكن تسمعها من صاحب الموضوع. نقول بسم الله. بما اني بتكلم عن نسخ مختلفة فلازم اطلع من اشكال مختلفة. القصة حصلت للدكتور محمود صلاح، واللي ما يعرفش الدكتور محمود صلاح هو باحث ودكتور في علوم ما وراء الطبيعة. ناس بيشككوا في الكلام ده وناس فعلا مصدقة في الموضوع ده وفي العلم دوت. عموما للي مصدقين في العلم ده انا هكشف عن قصة الدكتور، والقصة دي كانت مرعبة جدا. هو بيقول ان في ناس جم سلموا عليه، كان يعرفهم ما شافهمش من فترة، بيقولوا له بيلوموه عن موقف حصل وقابلوه في اسكندرية. فقال لهم ايه؟ قالوا له احنا زعلانين منك وواخدين على خاطرنا منك ان احنا لما قابلناك في اسكندرية في مكان ديني معروف جدا جدا في اسكندرية. انا من وجهة نظري هما كانوا بيتكلموا عن المرسي ابو العباس، بما انه ان ده مسجد او مكان ديني مشهور جدا جدا في اسكندرية. طبعا اللي هيعرف كده اهالي اسكندرية او اللي بيجوا يزوروا اسكندرية باستمرار. فهو بيقولوا له ان هو قابلوه وسلموا عليه وقعدوا يكلموه انت فين ومش باين ليه، وقعدوا يكلموه فترة. بس الغريب ان هو فضل واقف معاهم، هو الدكتور محمود صلاح، بس ما اتكلمش خالص، مفيش ولا كلمة صدرت منه. وبعد فترة مشى وسابهم، نادوا عليه بس بص عليهم ومشى وما قالش اي كلمة. كانوا زعلانين منه، علشان كده لما قابلوه تاني مرة في مصر هما كانوا بيلوموه على الموقف ده. فاستغرب جدا وقال لهم ان انا ما كنتش في اسكندرية في الوقت اللي انتوا بتقولوا عليه، حتى انا ما شفتكوش من فترة كبيرة. طبعا هما كانوا مذهولين جدا ما بين الشك واليقين، هل هو بيقول كده بيتهرب مننا؟ هل هو فعلا كلامه حقيقي؟ طب لو كلامه حقيقي، هو مين ده اللي كنا واقفين معاه؟ ده هو بالظبط نفس الشكل، نفس الجسم، نفس شعره، نفس عينيه، نفس وشه، كل حاجة فيه هو، بس كانت نظرة عينيه غريبة شوية. فطبعا بالسؤال هل ممكن يبقى فيه نسخ مننا تانية؟ قال له أيوة، ممكن بيبقى فيه نسخ مننا في أماكن مختلفة، مش ممكن وكمان ممكن ما يكونوش من البشر، ممكن يبقوا في عالم تاني. أكيد ناس كتير هتهاجمني، بس يا جماعة ده علم والحاجات دي موجودة فعلا، وحتى إن يعني الحاجات دي مذكورة في القرآن. فانتوا اللي بيشككوا عمال على بطال فياريت تصدقوا الكلام دوت، واللي مش عايز يصدق يجيب كيس فشار ويروح يقعد قدام اي فيلم كده يتسلى فيه ويسلي نفسه باي حاجة. احنا بنتكلم على الناس اللي بتصدق في المواضيع دي لان هي حقيقة موجودة حوالينا. عايزة اسأل السؤال ومستنية منكم الرد. سلام.